ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل المدلعة من الحلويات المشهورة. زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله زي الجاهزة وزي ما بنشتريها بالظبط. هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وأحلى من الجاهزة كمان. عندنا المقادير بتاعتنا: ربع كيلو من الكنافة، معلقة كبيرة من السكر البودرة، 3/4 كوب من السمنة السايحة، صينية وهنبدأ اللي احنا ندهنها بالسمنة كده كويس، صينية تكون مقاس 30. هنحط السكر البودرة على الكنافة ونقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هننزل بالسمنة هنقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده هنجيب الصينية اللي احنا بطناها بالسمنة وهنبدأ ننزل بالكنافة. وأهم حاجة نكبس الكنافة كويس جدا. طبعا انا مشغله الفرن بتاعي قبلها بربع ساعة على حرارة 180. بدخل الصينية في الرف اللي في النص، بتاخد حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة، مش بتحتاج شواية. بعد كده هبدأ احضر الطبقة التانية اللي هي عبارة عن بسبوسة. لازم تكون الصينيتين مقاس واحد، مقاس 30. عندنا نص كوب من الحليب أو اللبن، نص كوب من السمنة، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وعندنا 2 معلقة كبيرة من السكر و2 معلقة كبيرة من جوز الهند. طبعا اللبن أو الحليب والسمنة والعسل الجلوكوز رفعتهم على النار لحد ما يسخنوا معايا، مش يغلوا. بعد كده هفضل اللي أنا أقلب فيهم لحد ما السمنة تختفي كده بالشكل ده. بعد كده هنزل بالسميد وهنزل بجوز الهند وهقلبهم مع بعض، مفيش يدوب ثانية بس، مش هعجن، يدوب بس اللي انا قلبتهم. عندنا صينية مقاس 30 هنبطنها بورق زبدة، ولازما ورق زبدة علشان الصينية هنيجي نقلبها تتقلب معانا بكل سهولة. هنسويها كويس كده في قلب الصينية، وبأي قطاعة هتبدأي تساوي كده الوش زي ما انت شايفة كده، وهندخلها الفرن طبعا على حرارة 170. الفرن بتاعي شغال قبلها بربع ساعة. طبعا الكنافة خرجت من الفرن، بدأت اللي أنا أسقيها شربات يكون وسط: كوب من السكر، نص كوب من الماء، نص عصير ليمونة. هنرفعهم على النار هيغلي لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنطفي عليه هنسيبه يبرد، وهنبدأ اللي احنا نسقي الكنافة. كده البسبوسة بعد ما خرجت من الفرن بدأت أسقيها شربات سخن يكون بيغلي: كوب من السكر، نص كوب من الماء، معلقة من عسل الجلوكوز، عصرة ليمونة. 5 دقايق أول ما يغلوا على النار، وبعد كده هنبدأ اللي احنا نطفي، يكون البسبوسة خارجة من الفرن والشربات بتاعي يكون بيغلي. هنسقيها كده. بعد كده هنبدأ نحضر طبقة الكريم شانتيه، عبارة عن 3/4 كوب من الكريم الشانتيه الخام، معلقة كبيرة من السكر، 3/4 كوب من الحليب أو اللبن المثلج، أو ممكن نستغنى عن الحليب خالص ونعملها بمية تكون مثلجة. هنضرب كده الماء والسكر مع بعض كويس، أو اللبن والسكر مع بعض، وبعد كده هننزل بالكريم شانتيه لحد ما يكون بالقوام ده، يكون بالتقل ده. هبدأ اخد الكنافة بعد ما بردت واحط كده عليها طبقة من الكريم شانتيه واساوي كويس. بعد كده هنزل بطبقة البسبوسة زي ما انتوا شايفين، قلبتها كده على صينية علشان اشيلها واحطها بكل سهولة. بعد كده هحط طبقة من الكريم الشانتيه تكون خفيفة جدا على الوش كده، وهبدأ بعد كده احط جيلي كراميل زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ اساوي كويس. بحط جيلي كراميل وببدأ اللي انا اساوي كويس. بعد كده هاخد من الكريمة دي واحط كده في اي كيس يكون حلواني او كيس تلاجة، وابدأ اللي انا اعمل خطوط كده بالعرض زي ما انتوا شايفين. وبعد كده برضو هاخد من جيل الكراميل واحط برضو في كيس تاني، وابدأ اعمل خطوط برضو بالطول زي ما انتوا شايفين كده. طريقتها سهلة وبسيطة، وهنعملها زي المحلات زي ما انتوا شايفين شكلها بخلة أسنان. وبدأت اخد كده اعمل خطوط بالعرض كده زي ما انتوا شايفين، وفي النص كده بدأت ازينها بكريز علشان تكون زي الجاهزة بالظبط. شايفين ما شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك